وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا مطبخ شعبان. معي أنا الشيف علا طشمان. حلقتنا لليوم رح نعمل فيها سفرة دسمة بتبيض الوجه وقت عزايمكم، وبنفس الوقت سهلة وما بتغلبكم بالشغل. رح نعملها إحنا وضيفتنا لليوم، ورح نستقبل إحنا وياكم الشيف سناء زايد. أهلا وسهلا فيك شيف سناء. أهلا فيك يا حبيبتي، نورتينا ونورتي برنامجنا. حبيبتي منورة بوجودكم. الله يسعدك يا ربي. طبعا اليوم مبسوطين كثير إنك اليوم إحنا معنا. أنا أكثر حبيبتي، عشان قبل ما نبلش هلا بوصفاتنا خليني أول شيء أعيد على الناس، أقول لهم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. يسعدك يا يسعدك يا سناء. اليوم سناء طبعا اتفقنا أنا وياها امبارح شو بدنا نعمل وصفات وهيك، فهي رح تحكي لنا اليوم شو اختارت لنا وصفات دسمة. اليوم وصفاتنا وصفات دسمة شغل عزايم. بالضبط. هلا هي مناسبة كثير للعزايم وإشي ببيض الوجه. طبعا حنعمل فخدة الخروف. نعم رح نعمل فخدة الخروف مشوية بالفرن حنعملها. تمام. وحنعمل جنبها كمان الرز المبهر. الأرز المبهر. ثاني وصفة حنعمل اللي هي ركزوا بالوصفة. احنا بنسميها أكلة تيتا. لازم تعرفي شو هي أكلة التيتا. لا شوف سناء، نخليها بعد ما نخلص الطبق الأول ولا نحكي لهم؟ لا خليهم يعرفوا. إذا حنعمل كفتة بورق العنب، هي أكلة كتير مشهورة بالقدس، أهل القدس كتير بيعملوها، بس طبعا كل مناطق فلسطين صارت تعملها كمان. كفتة بورق العنب، يعني أنتوا تخيلوا الاسم وتخيلوا اليوم كيف بدنا نشتغلها، وخاصة إنه هلا ورق العنب فريش. نعم. كمان أكيد يعني أكيد. بتطلع أطيب وأطيب غير شكل. وآخر طبق التحلاية حيكون عندنا مهلبية الكنافة. مهلبية الكنافة. وصفاتنا لليوم غير شكل، لكن قبل ما نحكي عن الوصفة وقبل ما نحكي عن المقادير بدي أحكي لكم سؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. بتشاركوا من خلال التعليقات، كل ما شاركتوا معنا وتفاعلتوا بتزيد فرصكم للربح. اليوم إن شاء الله رح يكون عنا 6 رابحين، كل ما شاركتوا بتزيد فرصكم للربح. وخلونا نبلش هلا بأول وصفة اللي هي الكتف مع الأرز المبهر. مكونات فخد الخروف المشوي مع الأرز المبهر. للفخد رح نحتاج 6 سن ثوم، 4 عود روزماري، 2 ملعقة كبيرة لبن، 2 ملعقة كبيرة عسل، ربع كوب عصير الليمون، ربع كوب زيت شعبان، ملعقة كبيرة دبس فليفلة، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش، نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة بصل باودر. للأرز المبهر رح نحتاج 3 أكواب أرز تايجر بسمتي، ربع كوب زيت شعبان، 4 حبات مستكة، عود قرفة، 5 حبات هيل، 6 حبات قرنفل، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة هيل ناعم، لوز محمص وكاجو محمص. أول إشي رح نشتغله فخد الخروف المشوي. طبعاً فخد الخروف المشوي أهم شيء عنا بقطعة الفخد إنها تكون عنا مبردة. بالضبط، ما تكون مجمدة، لأنه رح يفرق معاكم الطعم، رح يفرق معاكم كمان مدة الاستواء. بالضبط. هلا في اشياء كتير لازم نحكي لهم اياها بالنسبه للفخد. نعم. زي ما انت قلتي انه ما بزبط حتى الذبح الفريش، ما بزبط انه نطبخها نذبح فريش ونجي نطبخها نهائيا. ما بيزبط، تطلع بضلها جامده اللحمه، بضلها معسكنه. بالضبط. لازم تكون مبرده زي ما انت قلتي، مثلا اقل شيء 24 ساعه. نعم. وبعدين بنتبلها، وحتى لما نتبلها لما ثاني يوم بدنا نطبخها ما بصير نطلعها من الثلاجه ونحطها بالفرن مباشره. لازم اقل شيء تقعد ساعه برا على الكاونتر المطبخ، تخليها تريح اللحمة. بالضبط، حتى تاخذ حرارة الغرفة. صحيح. لأنه أنت هيك لما من بارد لسخن أنت عم تصدم اللحمة فبتشد معاكي. فهاي خطوات مهمة لازم يعرفوها. تفاصيل صغيرة بس بتفرق معاكم بالضبط. بالشوي. يعني هلا في ناس بتحكي لك أنا عملت كل الخطوات وحطيت نفس الشيء وجبت نوعية لحمة بس إنها طلعت معي شادة بالفرن. طب ليش شادة؟ بتحكي لك أنا ما بعرف. صح. فهاي الشغلات الكثير بسيطة هي بتطلع معاكم الفخد كثير طيبة، بغض النظر عن التتبيلة أو البهارات اللي أنتم بدكم تستخدموها. البهارات أو التتبيلة هي تعتبر ذوق شخصي. بالضبط. حسب أنتم شو بتحبوا إنه يكون معها. هلا
هون رح نبلش بالتتبيلة، لكن قبل ما نبلش شيف سناء رح نذكرهم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. بتشاركوا من خلال التعليقات، كل ما شاركتوا معنا وتفاعلتوا بتزيد فرصكم للربح. وما تنسوا حلقتنا من اللايك والشير حتى تربحوا معنا. بالنسبة للربح رح يكون عنا 6 رابحين. أول رابح رح يربح معنا جائزة بقيمة 50 دينار، رابحين رح يربحوا معنا باكيجين من منتجات مجموعة شعبان، و3 رابحين رح يربحوا معنا 3 بطاقات ألعاب بقيمة 100 دينار مقدمة من آيكون 7. آيكون 7 هن مدينة ألعاب ترفيهية، عندهم ألعاب كثير مشوقة، قعدات عائلية بالإضافة للمطاعم، وموجودين على طريق المطار. وهلا رح نبلش بتتبيلة الكتف. تفضل. طيب نعمل سويتش هيك. أكيد. أساعدك؟ أول شيء بدي ألبس جلوفز. أوكي، بدك صحن أطلع لك؟ التتبيلة. تمام. بالضبط. شوفوا ما شاء الله، هاي الأكلات بدها تشميل. لازم تشمل. نحكي لهم عن الفخذ اللي اشتريتيه. هلا صراحة هذا الفخذ اللي اشتريته زي ما قلنا مبرد، مش مثلج، مبرد. تمام. يعني هو ذبح فريش بس مبرد. شوفوا ما شاء الله، ما أحلى لون اللحمة ولونها الزهري الحلو. بالضبط. يعني وهلا أهم شيء إنه بيجي عليها هي طبقة دهن كتير كبيرة. أيوة. هلا أنا بخلي اللحم دائما ينظف لي شوي من الدهن. أوكي. ما يشيله كامل. ليه؟ لأنه الدهن كمان بيعطيني طراوة للحم. أيوة. فأنا ما بدي أشيله بالمرة. نعم. لأنه كمان بيحفظ لي اللحم ما ينشف معنا. فدائما هي الفخذ الأفضل نترك عليها شوي من طبقة الدهن البيضاء حتى تعطيها طراوة. طيب. وأكيد حسب كل واحد، يعني بتحب تشيلوها كل نصها أو ربعها بيرجع لكم. بالضبط. طيب هلا اهم شيء بدنا نخزق الكتف، الثقوب، الفخذ. طبعا هاي التتبيله بتصير للفخذ وبتصير للكتف. بالضبط، زي ما انتم بتحبوا. هلا احنا الثقوب هذه بنعملها ليه؟ عشان التتبيله كمان بدي اياها تدخل لنص اللحمه، ما بدي اياها بس تكون على القشره ومن جوا ما في نكهه. نعم التتبيله. وعشان اقدر احط فيها اسنان ثوم كمان، وكمان انها بيساعد على الاستواء. هاي طبعا حنعملها قطعة الفخذ صار لها تقريبا 2 ساعة برا. بالضبط. احنا عندنا الاجواء شوي باردة شوي. ايوه، لساتها فيها برودة. هذا الأحسن، لازم تاخذ حرارة الغرفة. طيب هلا بعد ما خزقناها رح احط فيها سنون الثوم، شرحات الثوم. بنحاول ندخلها لجوا. تمام. بدأ صراحة سناء يعني كثير متحمسة لوصفة ورق العنب بالكفتة. يعني وأنا عم بحكي أنا وياها بتحكي لي علا حابة أعمل أكلة تيتا. صح. شو هي سناء أكلة تيتا؟ بتحكي لي علا ورق العنب بالكفتة. فكثير متحمسين. يعني أنا يعني حتى بنسأل المتابعين يعني بتحبوا تجربوا أكلات قديمة، يعني هي في أكلات قديمة غير متعارف عليها. بالزبط. مثل الأكلة هاي. شو في عندكم أكلات قديمة مش معروفة والواحد حلو إنه الجيل الجديد حالياً إنه يعرفها ويتعلمها ويصير يطبخها. يعني صح. كمان هذا الإشي كثير ممتاز. طيب. الواحد بيحافظ على تراثه. أقل نعم. ما فيها. بتعرفي أنا واحدة من الناس ضليتني أتحدى نفسي إنه أتعلم المفتول. كيف أفتله، مش بس أطبخه. نعم. إنك كيف تفتلي. يعني بقول هي مش بس إنه أنا تعلمتها لأنه أنا تعلمتها. أنا حافظت على التراث كمان. صحيح. هلا رح احط الروزماري الفريش كمان بنفس المكان اللي انا حطيت فيه الثوم. قديش خليتيها بالفرن؟ بالفرن تقريبا كل كيلو لحم بده ساعة عشان تطلع هيك منهنها معك مزبوط. تقريبا هاي اللي احنا عم نشتغل فيها هاي 3 كيلو. نعم. فأنا هي خليتها 3 ساعات وشوي صراحة. ودرجة الحرارة الفرن؟ أول شيء أول ما تدخليها على الفرن طبعا لازم تكوني محميته مزبوط. أكيد. بتكون على أعلى حرارة عندك بالفرن. أنا عندي كانت حرارة الفرن عندي 250. أول ساعة على حرارة 250، بعدين نزلتها ل 200 أو 180 بتقدري تنزليها على الهداوة. بس لازم أول ساعة إنها تكون عنا على أعلى درجة حرارة بالفرن، بعدها بتوطوا حتى تبلش تستوي. بالضبط. هيك عنا. هيك صار الروزماري جاهز. هذا بخليه هون. طيب هلأ بدنا نعمل التتبيلة. أول شيء هات نقربلهم. يلا. اوكي. اول شيء حنزل اللبن. تمام. وحنزل كمان عصير الليمون.
هلا ممكن يستبدلوا الليمون بالخل. بس صراحه المفضل أفضل. الليمون. نعم، الليمون افضل دائما مع اللحوم. المفضل الليمون حتى ما تشد معكم اللحمه. وحنزل العسل. العسل بيعطي طراوه للحم. تمام. وبيعطي لمعه هيك بعد ما لون حلو وتحميره حلوه. نشويها بالضبط. هاي كمان. اوكي. عندنا هون بصل باودر معلقه صغيره. هذا الشيء مو معجون بندوره. اوكي، دبس الفليفله. نعم، بيعطي برضه لون كتير حلو للحم. حتى تاخذ اللون الاحمر الحلو بتستخدم دبس الفليفله، واللون الاصفر الحلو كمان بتستخدم الكركم. بالضبط. هلا رح احط كمان كركم. الكركم هو اللي بيعطي اللون الذهبي الحلو. بالضبط. نعم. القرفة ما بكتر منها، ليه؟ بس ربع معلقة صغيرة بحط عشان ما بدي اياها تسود، ما يتغير معنا لون الفخذ. نعم صحيح، بس هي هيك النكهة. بالضبط. هون عندي ابهار للحم، اي ابهار ممكن تستخدمي الابهار المشكل. لا مو الكيجن. اوكي. بصراحة بستخدمه للستيك وللحوم بشكل عام. هذا عندي هذا فيه كزبرة، فيه روزماري، فيه زعتر أخضر. فيه زعتر أخضر بالضبط. نعم. وبابريكا. رح أحط هاي اختياري حسب أنتوا قد ايه بتحبوا الحار، اللي هي الفلفل الأحمر. نعم. الخشن. وعندنا روح اللحمة الفلفل الأسود. دا طبعا ملح أكيد. قد ما بدكم بتحطوا ملح. والهيل؟ لا، الهيل للرز. تمام. ايش كمان بدنا نحط؟ بدنا زيت شعبان. اوكي، انا بدي احط لك زيت شعبان. رح نحط للوصفه زيت شعبان تقريبا الكميه، خلينا نحكي 3 ملعالق. كمان قوي قلبك شوي. قوي قلبك. اوكي خلص هيك تمام. هلا حنخلط التتبيله. يا سلام، طبعا ريحتها حلوه. البهارات، اللبن بيعطي طراوه للكتف. بالضبط. يعني من التتبيلات الكثير طيبه. هلا التتبيله مرات في ناس بتقول لك لا انا ما بحب هذا البهار، هاي حريه شخصيه في النهايه. يعني اللي انتم بدكم اياه بتقدروا تتبلوا اللحمه باي بهار انتم بتحبوه. هلا هي حطت مجموعه بهارات انتم مثل ما بدكم، بس اهم شيء لازم يعني الملح، فلفل اسود، البابريكا عشان اللون الحلو اللي هو بديل معجون دبس الفليفله. الكركم اساسي كمان عشان تاخذوا اللون الذهبي الحلو، واكيد ما نستغني عن الزيت. بس حابه اورجيكم القوام. التتبيله شوفوا هيك عنا. طبعا هاي كثافه التتبيله. بالضبط، هاي الكثافه عشان تقدر تمسك عندي اللحمه. تمام. هلا في ناس بحبوا يعملوا التتبيله مثل المعجونه. يعني انا احيانا بحب اني اعمل التتبيله، بخفف كميه السوائل وبخليه مثل المعجون حتى عشان تمسك اكثر. واكيد بهاي الطريقه كمان لانها رح تنقع تمسك الخلطه بالضبط. هاي. طيب هلا بالنسبه للتتبيل خليني هلا نبلش أيوة. نغوص. هاخذ من التتبيله وابلش امسج اللحمه. برضه اللحم يعني كل ما مسجته كل برضه ما اعطى تراوه اكثر، نتيجه احسن. نعم صح. ده حتى لونها يجنن. حتى تبل شيف سناء الفخذ رح نحكي عن حملة أروز تايجر. حملة أروز تايجر متوسط الحبة، وحملة أروز تايجر طبعا بسمتي هن نفس الحملة، صحتين والربحة من الاثنين. بتربحكم كل يوم 100 دينار، وبآخر الشهر بتربحكم أونصة ذهب. كيف بتشتركوا فيها؟ عن طريق انكم تشتروا كيس أروز تايجر بسمتي أو متوسط الحبة. بتلاقوا في الكيس كابون. الكابون بتحفوه البيانات اللي بتطلع معكم، بتعبوها بصفحة أروز تايجر، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين. وما تنسوا سؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. طبعا بتشاركوا من خلال التعليقات، كثفوا مشاركاتكم حتى تربحوا معنا اليوم زي كل حلقة عنا 6 رابحين. 6 رابحين ان شاء الله كتار. غير شكل. هلا هون انت بتنقعيها للفخذ. هلا هذه لازم اتركها يعني تنقعيها قبل بيوم. تمام. بتعطيكي نكهه افضل، وبتاخذ الطعم، اللحمه بتاخذ طعمه البهارات احسن. صح، بتشرب النكهه اكثر. وهلا رح نحكي لهم بس وقت لما نيجي. هلا لسه بدي احطها بالصينيه عشان ادخلها على وقت ما ندخلها على الفرن. شو بنعمل هلا؟ احنا في عنا وحده جاهزه أكيد. بس هاي بدنا افرجيهم الخطوات، انه يعني ثاني يوم لما طلعناها من الثلاجه شو بدنا نعمل. اوكي.
رح اجيب الخضره، بدي اجيب صينيه ثانيه هلا عشان تمام. احط الخضره فيها واحط اللحمه. تمام. اول شيء بدي البس جلوفز. هلا رح اعطيكي صينيه عشان ترتبي معها الخضار. سلم ايديك يا حبيبتي. هلا شيف سناء اللي بدها تعمله انها بدها تحط خضار، طبعا الخضار اللي رح تستخدمها اليوم اللي هي الكرفس مع البصل، يعني شوفوا ما احلى هالبصلات احلى. ورح تستخدم كمان الكاروت او العادي يعني الجزر بالاضافه للثوم. طبعا هاي الخضار اللي بدها تحطها، واكيد انتم ممكن تحطوا اي خضار انتم بدكم اياها، فانت رح تحطيها مثل فرشه. هلا في البدايه لازم نحط قطعه قصدير. تمام. بعدين ورق الزبده عشان نحمي انه اللحم ما يكون على ورق القصدير. بعدين حنزل الخضره. بس خلينا عشان نورجيهم. يلا تمام. حنزل الجزر. الكرفس بيعطي نكهه كثير طيبه لاي لخضار، لدجاج، للحمه، بيعطي نكهه كثير طيبه. نعم. الثوم رح تحطيه مثل ما هو بالضبط، مثل ما هي، برضه بتعطي نكهه طيبه. نعم. البصله هاي حقطعها، البصل الاحمر تمام، حقطعها رباع. حلو. بعديها بدك تحطي الفخذ بالضبط. وفي عندي هون اضافه اللي هي ورق الغار اكيد والقرفه. ليه؟ هدول برضه بيعطوني نكهه كثير طيبه للحم. يعني قد ما نحط مكونات مثل نكهاتنا العربيه ما في. صح. يعني ورق الغار والقرفه شيء من الاخر. وعود الروزماري هذا اكيد اللي حطيناه حنزله. هلا حنجيب الكتف، والله ثقيل بس اسمعي ما شاء الله يعني منظره بشهي. حبيبتي بدي اغلبك بس تعطيني ورقه الزبده اللي هون. اوكي. نغطي فيها وجه اللحمه. تمام. شايفين يعني قبل ما نلفها بتحط عليها ورق الزبده لاني مش حمسك اللحمه. اوكي. حلفها مثل ما تلفوا البيض. نعم. ما نخلي ولا شيء، نكتمها مزبوط. تمام. هلا احنا عندنا بتقدري تعملي اكثر من طبقه صح؟ بالضبط. هلا انا بامكاني الفها كمان وحده بتكون احسن. يعني انت كل ما كتمتيها اكثر كل ما اعطتك جوسي بتكون اللحمه وبتستوي معك. هو الهدف انه نحبس البخار جوا قطعه اللحمه. كيف انتم بتعملوا اللحمه مثلا على طنجره الضغط؟ بالزبط. بالفرن بنفس الطريقه، بس لازم تلف كثير منيح وبعديها بندخلها الفرن. الفرن رح يكون عندنا فرن حامي. اول شيء على حراره اعلى حراره عندك بالفرن هي انا عندي 250. بعدين بعد ساعة بتنزلي لدرجة حرارة 200 أو 180، بتخليها تقريبا 3 ساعات 3 ساعات ونص أو 4 ساعات كمان، خير وبركة. نعم. وزن الكتف اللي احنا مستخدمينه هو 3 كيلو. وهيك عنا الفخذ صار جاهز. هلا شيف سناء رح تحطه بالفرن. رح تحطه بالفرن. سناء ذكريهم بدرجة حرارة الفرن. هلا زي ما حكينا درجة حرارة الفرن هي على أعلى درجة اللي هي 250. تمام. أنا حطيته على خيار المروحة. طبعا إذا أنتوا الفرن العادي بتشغلوها من تحت، بعدين آخر شيء لما يستوي بنحطه على التحمير. صحيح. يعني وصفة ولا أطيب ولا أشهى، يعني سريعة وبنفس الوقت كثير فخمة. وهلا رح نعمل إحنا وياكم أطيب أرز مبهر. بالنسبة للأرز مبهر خلينا بس نضبضب. لا نخلي أغراض الرز بس نضبضب شوي الأشياء اللي هون ما بدنا إياها. وبالنسبة للأرز أكيد رح نستخدم أرز تايجر بسمتي. بالضبط. نعم. كمية الرز أكيد هي كمية تقديرية، لكن اليوم رح نستخدم 4 أكواب من أرز تايجر بسمتي. طبعا هون سناء رح أسألك زي ما بسأل بقية الشفات، بس هون رح أورجيهم حبة الرز. شوفوا ما شاء الله مبينة حبة فخمة صراحة. حبات الرز. شو طريقتك باستخدام أرز تايجر بسمتي؟ هلا طبعا لازم يعني باي رز انا لازم انه تغسل الرز 3-4 مرات. تمام. يعني هي احنا متفقين مع بالزبط. اي شيف بتيجي لعنا لازم الرز ينغسل 3-4 مرات حتى نطلع كل كميه النشا الموجوده عنا بحبات الرز. بالضبط. هلا شغله ثانيه بالنسبه للنقع، انا ما بنقع بمي مغليه، بنقع بمي من الحنفيه عادي، ما تكون سخنه، مي عاديه، مي عاديه بدرجه حراره المطبخ، ولا تقل يعني مش اكثر من نص ساعه او ثلث ساعة حتى مرات. تمام. أكثر من هيك ما بخليه. يعني هي أفضل. خليني بس أرجع الكيس.
بسم الله. أفضل طريقة لنقع الرز هي إنه بنغسل 3-4 مرات بالزبط. طبعاً بمية الحنفية، بعديها بتنقعوا. دائماً مدة النقع بتكون عنا أقل شيء مدة 3 ساعات، في ناس بتنقعوا ساعة إلا ربع، حسب أنتوا شو المدة المتوفرة عندكم. المي بتكون هي عنا مي بدرجة حرارة المطبخ. بس هلا بدهم يكونوا عارفين شغلة كمان، إنه إذا نقعوه أكتر كمية المي بدها تقل لما نعم. يجوا يفلفلوه، ما بدهم يحطوا نفس الكمية، رح يشرب بالضبط. فبتكون المي اللي بتحطوها بالطنجرة بتكون كميتها أقل. أكيد إحنا ناقعين رز، رح نجيب الرز المنقوع جوا ونبلش نحضر بالأرز المبحر. يلا. طبعا هذا الرز المنقوع عنا، شوفوا ما شاء الله ما أحلى حبات الرز. طبعا هاي حبات الرز بعد ما نقعناها صفيناها تماما من المي، حتى ريحة الرز بعد النقع بتشهي. الرز اللي استخدمناه اليوم هو أرز تايجر بسمتي. بدي أحضر لك الطنجرة. ثانك يو. فهلا رح نبلش برز المبهر. الحلو اليوم بوصفة الرز المبهر للناس اللي ما بعد. بتحب البصل ما رح نستخدم فيها بصل. وفي عنا هون ناس ما بيحبوا البصل. نعم طواصي. فهلا هون رح نشغل نبعد النعناع شوي. اوكي. بنحمل طنجرة. بالضبط. الرز المبهر عالم يعني كل عائلة بتعمله في الطريقة اللي بتحبه. أنا رح أستخدم اليوم زيت شعبان. دائما إذا حبيتوا تستخدموا سمنة أكيد بصير، تخلطوا بين السمنة وزيت شعبان كمان بصير. بس لازم تكونوا شوي كريمين بالزيت هلا عشان يعطي دم على حبة الرز. نعم، وتضلها عنا حبات الرز هيك مفرفدة عن بعض. بالضبط. هلا هون نزلنا كمية من زيت شعبان، رح ننزل مطيبات. رز مبهر يعني مطيبات من البهارات الصحيحة. رح نستخدم في البداية عود من القرفة، رح استخدم هون كم حبة من حبات الهيل وكم حبة كمان من القرنفل. واكيد إضافة. لازم تجربوا الأرز بالمستكة. طبعا صراحة نكهة ثانية، يعني نكهة الرز مش طبيعي. أنا بحب أستخدم المستكة مع الرز، والمحلب بحب أستخدمه مع أي خبز. صح. أي عجينة خبز. أنت مثلي على فكرة، أنا بعجينة المعجنات بحط شوية محلب، بتعطيها يعني طعم خرافي. يعني بهاراتنا العربية، المحلب، صح. المستكة يعني كثير ضروري إنه إحنا ندخلها في أكلنا، لأنه نكهة الأكل كلياتها بتتغير. أعطيكي سباتولا أو اسمعي، هي عندي أمور طيبة، بس رح نتركهم شوي حتى يحموا. بالضبط. حتى يحمى عندي شوي زيت، وحتى تبلش عندي هيك الزيوت اللي بالبهار. نعم، ونسمع تك 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 تك. بعديها بننزل بقية البهارات. رح نحكي عن سؤال حلقتنا ورح أذكركم فيه. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. بتشاركوا من خلال التعليقات. كل ما شاركتوا معنا وتفاعلتوا بتزيد فرصكم للربح. اليوم رح يكون عنا زي كل حلقة 6 رابحين. أول رابح رح يربح معنا جائزة بقيمة 50 دينار، رابحين رح يربحوا معنا باكجين من منتجات مجموعة شعبان، و3 رابحين رح يربحوا معنا 3 بطاقات ألعاب بقيمة 100 دينار مقدمة من آيكون 7. وما تنسوا كمان عنا جوائز من خلال الحملات: حملة أرز تايجر طبعا بسمتي، وحملة أرز تايجر متوسط الحبة. رح نستنى هون شوي حتى يسخن عندي الزيت منيح. بعديها رح ننزل البهارات اللي رح نحطها اليوم على الرز المبهر. أكيد رح نستخدم الكركم بيعطي اللون الذهبي الحلو للرز، وكمان احنا مستخدمينه مع تتبيلة الفخذ. يعني البهارات اللي احنا بنحطها مع تتبيلة الفخذ الأفضل نحطها مع الرز، طبعا حتى تصير عنا الطعمات متناسقة. تمام. هلا هون رح نحط في البداية معلقة صغيرة من الكركم. شوفوا لي ما أحلى لون الكركم، حتى ريحته. وغير هيك الفايدة اللي موجودة بالكركم قد ايه. نعم، الفوائد الموجودة. حطينا هون معلقة كبيرة من الكركم. رح نحتاج هون معلقة صغيرة من الهيل، نكهة الهيل مع المستكة. ورح نحط هون شوية فلفل أسود، شوية من الفلفل الأسود، ما رح نكتر، تقريبا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. مرحلة إنه إحنا نقلي البهارات بالزيت مهمة كتير، مهمة حتى ناخذ أحسن نتيجة للبهارات. بالضبط. تمام.
هلا الرز هاتي اسكب لك اياه لانه ثقيل. رح نسكب عشان يبين على الكاميرا. طبعا هون عندنا حبات رز تايجر. هذا حامي كثير. نعم لازم يكون عندنا مصفى تمام من المي. بالضبط تمام. هاتي عنك بس تشيل هدول بالضبط حتى ما يضل عندنا اشي بالصحن. قبل ما اقلب عشان نقلب مره واحده تسلموا يا سناء، رح نحط هون تقريبا معلقتين كبار من الملح. بالضبط. رح احط هون 4 ملاعق كبار من الملح، طبعا معلقه صغيره مستخدمينها. واخر اشي بنبلش انه نقلب فيه. يعني حلقتنا لليوم عملنا فيها الفخذ وعملنا فيها الرز المبحر. شوفوا كيف لون الرز من الكركم بيعطيكم لون كثير حلو للرز. سناء حكيتي لي انك عملت الرز بالفرن. بالضبط. ممكن نعطيهم افكار؟ يعني اليوم احنا هلا عملناه الرز المبحر بالطنجره، لكن سناء الرز اللي محضريته هي عمليته بالفرن. بالضبط. نعطيهم تفاصيل. بالنسبه للرز بالفرن عادي وضعه مثل الوضع اللي انت بتعمليه على النار. بتحطي له المي مره واحده على درجه حراره 180 بالرف الوسط، وبتقدري تطبقيها على اي وصفه، على الكبسه، على البخاري، على الأوزي، على اي وصفه رز ممكن تعمليها بالفرن. حتى المقلوبه مره عملتها بالفرن. انت من جماعه فرن؟ هلا ليه عملتها بالفرن؟ وقتها كنت مش بالبلد هون، كنت عايشه بامريكا وما كان عندي طنجره كبيره. حلو. وعندي عزومه. تمام. فلازم اعمل المقلوبه، فكان في عندي صينيه فويل دائريه كبيره. قلت خلص بعملها بالفرن وطلعت بتشهي صراحه. يعني كل شيء مع النفس الطيب وبهالشكل. هلا هون نزلنا المي السخنه، طبعا عندي هون المي مغليه، لازم تكون مغليه. بالضبط. ولازم تكون معنا ساخنه كثير منيح. هلا هون انا رح اقلب الرز ورح اتركه حتى يتفلفل معي. يعني بتعرفي بالفرن كمان قد ايه بياخذ؟ نص ساعه. نص ساعه بالفرن؟ ما بياخذ اكثر من هيك، نص ساعه على بالضبط. درجه حراره 180. الفرن بده يكون حامي من البدايه، بتكوني محميته من قبل خلينا نقول بربع ساعه ثلث ساعه، وبتحطيه مثلا طنجره مثل هاي بتدخل الفرن عادي. ايوه لانه بتغطيها بالفويل وعلى الفرن نص ساعه بيكون 100%. ما شاء الله عليك ما شاء الله. يسلموا ايديكي سناء يا حبيبتي. هيك عنا الفخذ صار جاهز. طبعا اكيد رح نعرض لكم السفره في اخر الحلقه. إن شاء والرز الله. رح نتركه هون حتى يستوي عنا، ورح ننقل انا وياكم نعمل اطيب كفته بورق العنب. اكلة ستي. ورق عنب بالكفتة. رح نحتاج 700 جرام لحم عجل مفروم، 300 جرام لحم خروف مفروم، بقدونس، بصل، 2 سن ثوم، قرن فلفل أخضر، ملح، فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل، ورق عنب مسلوق، بندورة شرائح. للصلصة رح نحتاج نصف كوب ماء، ملعقة صغيرة معجون الطماطم، ربع كوب زيت زيتون، ملح، فلفل أسود. وهلا رح نعمل مع بعض أطيب كفتة بورق العنب. طبعا بدي أسأل المتابعين، مين بيعرف هالأكلة هاي؟ مين جربها؟ يكتب لنا في الكومنتات، لأنه أنا متأكد في ناس أول مرة بتسمع فيها، فحابين أيوة وحابين نعرف أو نسمع من الناس اللي بيعرفوها يكتبوا لنا عن هالأكلة. صراحة أنا لما تناقشت أنا وسناء بالوصفات إيش ممكن نعمل اليوم بالحلقة، حكت لي علا بدي أعمل لك أكلة تيتا اللي هي ورق العنب بالكفتة. يعني احكي لي شو جو الأكلة؟ هلا هي ما في إلها جو، هي مشهورة أكثر شيء بالقدس بفلسطين. نعم. مشهورين فيها. وغير هيك هي سهلة إنها تنعمل، يعني حتى مرات إنه ممكن تجيبي الكفتة جاهزة من عند اللحام بس عليك تلفيها وخلص، وحلوة بالعزايم سهلة. يعني هلا انتم ما يعني بتتقدم كطبق رئيسي؟ هلا ممكن طبق رئيسي، ممكن بنقدمها مرات طبق رئيسي، وبالعزومه بتعتبريها طبق جانبي لانه مش حتكون هي طبق رئيسي بعزومه. بالضبط. لانه لازم احنا يكون في عندنا رز، لازم احنا العرب لازم رز يكون. طب هلا شو الاكلات اللي ممكن تقدميها جنبها؟
هلا ممكن تحطي جنبها انواع الكفته كامله، ممكن تقدموا كفته بطحينيه، كفته ببندوره، والكفته بورق العنب. هي بتكوني عملتي سفره من انواع الكفته مثلا. تمام. يعني عن جد صار عندي صحن سلطه وجرجير وخبز تكنات، هدول بيطلعوا تمام. يعني اليوم ان شاء الله رح نجربها. رح اتركك تشتغلي هون. نشوف شو بدنا نعمل اول إشي. طيب هلا خليني اول شيء احكي عن اللحمه. ما بزبط للكفته مثلا تكون عجل كامل. نعم. لازم نخلط يكون عندنا نوعين، خروف وعجل. نعم. نسبه العجل بدها تكون اكثر شوي. نرجيهم اياها بالضبط. هي مخلوطة بين لحمة العجل ولحمة الخروف، وممكن تحطوا عليها دهنة خروف إذا بتحبوا. هسا شو العيار اللي حطيتيه؟ 70% لحم عجل و30% لحم خروف. وفي حال مش حابين ممكن تستبدلوه بالدهنة اللي هي ليا. بالضبط. تمام. طيب هلا أول شيء عشان نعمل الكفتة بدنا نحط بالفود براسر بقدونس. تمام. على الفرامة رح اشيل شوي هون. تمام. ايوه عشان تبين على الكاميرا. خليني اقرب هذا شوي علي. اوكي. وراح بدي افرمهم شوي عشان يساعدني. أكيد. بالفود براسر يكون اسرع. اكيد زي خلطة الكفتة لازم نستخدم فيها البقدونس، نستخدم فيها الفلفل الحار، البصل والثوم. بالضبط. هلا في ناس ما بتحب الثوم بالكفتة. هذا إشي برجع لهم. برجع لكم. تمام. هلا رح ننزلهم بالفود براسر. بدي أذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. شاركوا من خلال التعليقات. كل ما شاركتوا وتفاعلتوا معنا بتزيد فرصكم للربح. ما تنسوا اللايك والشير للحلقة حتى تربحوا معنا. اليوم عنا رح يكون 6 رابحين. طبعا رح نحكي عن الجوائز خلال عملية التحضير. والفلفل كمان اختياري. والفلفل اختياري لأنه في ناس ما بتحب الحار، في ناس بإمكانهم يستغنوا عنه. هلا أنا نعم. حطيت نص الكمية لأنه عندي أنا اللحمة نص الكمية. أكيد. ورح أحط بس سنتوم. وهلا بسم الله. أوكي. رح نخلطهم. بس هتأسكر لك إياها. هي لازم. أوكي. هيك. تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك تمام. أبدأتي. طيب خليني أنظف هدول من قدامي. تمام. أجيب اللحمة ونخلطها. بدك تعطيني سباتولا اوكي. عشان اقدر انزلهم. تمام. نعطيك هاي تمام. اوكي. بننزلهم فوق اللحمه. اوكي. هلا سناء بدي احكي لك. قولي. من المعالم الموجوده على كيس سكر شعبان. طبعا في معالم كثيره بس احنا رح نساعدكم شوي. يعني سكر شعبان زي ما حكينا في معالم كثير. أول شيء عنا البتراء، عنا مسجد الملك عبد الله، عنا كمان سارية العلم، عنا لوحة القلعة كمان، والجسر عبدون والقلعة. بالضبط. فيعني هاي بتقدروا تكتبوهم في الكومنتس لأنه حابينكم تربحوا معنا. وأكيد متابعينا على صفحة أروز تايجر سكر شعبان بيعرفوا المعالم. طيب علا أنا هون ضفت فلفل أسود. تمام. وحضيف كمان الملح. وإيش كمان شوي من البهار المشكل. البهارات المشكلة 7 أو أي نوع بهارات أنتم بدكم إياها. بعدين بما أنها مع بعض أكلات قديمة فدائما الواحد بفضل إنه هو يستخدم البهارات 7 لأنه أقرب في الطعم. وبعدين بتعرفي الأكلات القديمة ما بتقدري تلعبي فيها كتير صراحة. بتحاولوا إنكم تحافظوا على الأساس تاعها. الأساس تاعها يعني ملح، فلفل أسود، بهارات 7 بحسها خلص يعني بتحل المشكلة. هلا يعني أنا بنعجنهم مع بعض. حبيت اليوم سناء إنه اخترنا أكلة قديمة والناس ما بتعرفها. صح. فهذا الاشي كثير مهم. احكوا لنا واكتبوا لنا في الكومنتس انتوا ايش عندكم اكلات قديمة والناس ما بتعرفها كثير. يعني السوشيال ميديا ما اعطت يعني اعطت كل المجال انه للناس انها تحكي عن الاكل التراثي الموجود عندها باي بلد كان. فحلو الواحد انه يشارك الناس شو عندهم طبخات، شو عندهم اكلات. يعني احنا بنكون مثلا في الاردن
بتلاقوا بجهة الجنوب عندهم أكلات، بجهة الشمال عندهم أكلات، والوسط عندهم أكلات. فحلو إنه الواحد صار عنده ثقافة من خلال السوشيال ميديا إنه يعرف هاي الأكلة الفلانية مثلا بتخص أهل الشمال، بتخص أهل الجنوب. صح. وبالنهاية كلنا بنتشارك، يعني كلنا بنشارك كل الأطباق مع بعض. يعني نعم. أهل عمان بيطبخوا أكلة إربد. نعم. والحلو كمان بفلسطين نفس الشيء، مثلا أكلات القدس، أكلات نابلس، غزة. فيعني هاي الأشياء كثير الواحد حلو إنه يعرفها. طيب. هيك عنا بعد صارت ما جاهزة، اتعجنت وهيك عنا صارت جاهزة. هلا بدنا نبلش نلف. هلا بالنسبة لورق الكفتة، نعم. ورق العنب، يفضل إنه يكون كبير، يعني مثل هيك تكون ورقتها كبيرة. حلو. عشان تقدري، لأنه بنحط الكمية تكون شوي كتير فيها، مش كمية. ما أحلى هالورق. طبعا هاي ورقات السنة. ورق السنة. الشجرة السوداء أسود. نعم، لأنه مبين من اللون، مبين كثير حلو. بالضبط. شوفوا بنكبكبها بهاي الطريقة. اوكي. هيك، وهيها حجمها كتير كويس. ممتاز. بعدين بحطها بالورقة، جوا الورقة. يا سلام. ومنلفها زي كأنكم بتعملوا الرز العادي. بالضبط. يعني احنا معروف عنا ورق العنب بنلفه برز متوسط الحب اللي هو تايجر مع اللحمة، وهي جديد عنا صرنا نلفه بالكفتة، ممكن كمان نلفه بالبربل. بس في شغلة بعد ما نلفها ما بنخليها زي ما هي هيك، زي لما بنلف اليالنجي. أيوة. أو ورق العنب بنضغط عليها، بنبسطها شوي بالطريقة هذه. أوكي. تمام. وبنحطها بالصحن اللي بدنا ندخله على خليني أشوف عشان أساعدك. ألف معك كم حبة. يلا عشان ننجز ونورجيهم. بتحبي تلفي ورق عنب؟ أنا صراحة بحب هاي الأكلات، بحب ورق العنب، بحب الملفوف، بحب يعني بتعطي جو حلو يعني، والبيت كلها كمان يعني بنحب المحاشي. بس ما بحب ألف كمان. خليني أنا أطول صينية وأقعد أساعدك فيها. بتعرفي هاي الأكلات حلوة ليه؟ لأنه الكل بلتم هيك وبتجمع وبتصيري أحاديث من هون ومن هون. أنظف لك هون. أكيد يعني هي قعدت لفة ورق العنب. طب هلا بدنا نحكي عن بتحبي إنه أنا ألف شوي وأنت تحضري لهم الصلصة؟ يلا أوكي. بدك بعمل معك شوي وبعمل الصلصة. تمام، لأنه هي مش حتاخد معنا كتير هون. أوكي. عشان نورجيهم أنا رح آخذ هالورقة ونبلش نلف. مساعدة مطلوبة في وقت اللف ووقت العزايم. سناء، هاي بتدخنوها الأكلة؟ تدخين لا، بس لا ما بتدخن. بس في ناس ايش بضيفوا لها دبس رمان. هلا احنا حسب الكتاب تاع تيتا لا، بدون دبس رمان. قال الكتاب تبع تيتا من غير دبس رمان. زي ما حكينا هي مشهورة في منطقة القدس. نعم. في أكلات ثانية بمنطقة القدس معروفة. هلا المقلوبة مثلا، مقلوبة بيعملوها ايش؟ صراحة أشياء تانية ما دخلتش كتير بتاريخ الأكلات هناك، بس يا سلام. هي وهدول المعروفين أكتر شيء. هلا انت بتعرفي إنه المقلوبة انعملت قلبوها بالأقصى. نعم. وقت ما افتتح صلاح الدين. عشان هيك. نعم صحيح. بالضبط. بس بعرف إنه هاي هي الأكلة مختصة بأهل القدس. اوكي. بتعرفي حتى المفتول هناك مثلا بفلسطين من منطقة لمنطقة بتختلف الصلصة تاعت المفتول. صحيح. هلا احنا عندنا في الأردن المفتول بنعمله زي انه بس على مرق الدجاج. هلا انه في ناس بيعملوه على المرق على بندورة. احنا مثلا انا من رام الله. ايوه اهلا وسهلا. اهلا فيكي. فاهل رام الله بالاغلب يعني، هلا منطقة لمنطقة كمان بيفرق، بس الاغلب بيعملها على صلصه بندوره، وبتكون فيك مش خفيفه يعني، مش على المرقه. وبتحطوا لها خضار؟ لا بنحط لها حمص وبصل. البصل بيكون مفروم ناعم. بالضبط. نعم. تفضلي هاي هيك. يا عيني شايفين احلى. قال ولا اسهل ولا اسرع ولا اجمل يعني. هلا صراحه قربنا نخلصه. نعم. طيب انت كملي شو رايك انا اعمل الصلصه؟ بس اورجيهم طبعا يعني. هاي الحبات شايفين خمل الحبه كيف بيكون، وهو عشان هيك الافضل انه يكون عندنا الورق شوي كبير عشان ياخذ كميه منيحه من الكفته. بس رح اعمل انا هون كم حبه حتى سناء تحضر معاكم للصلصه. تعالي نعمل سويتش. لا انا رح اخذ هون عشان طيب وانا بكمل هون. اوكي يلا.
بس خليني انظف هون، انا ما بعرف بيصير اشتغل وهيك في قدامي. بزعلش انا من اللف، يعني بلف معكم الحلقه كلها. حتى واحنا عم نلف رح اذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا: ايش اذكروا 3 معالم موجوده على كيس سكر شعبان؟ بتشاركوا من خلال التعليقات. كل ما شاركتوا معنا بتربحوا، لا خلص ممتاز، تربحوا معنا 6 جوائز. طبعا الجوائز هي عباره عن اول جائزه رح تكون بقيمه 50 دينار. عنا بس خليهم اكمل الجوائز عشان نورجيهم. جائزتين رح يكون باكجين من منتجات مجموعة شعبان، و3 جوائز رح يكون عبارة عن 3 بطاقات مقدمات من ايكون 7. قيمة البطاقة 100 دينار، طبعا بطاقات ألعاب. ما تنسوا المشاركة واللايك والشير حتى تزيد فرصكم معنا بالربح. طيب هون أنا ضفت فوق المي، حطيت ملح وبدي أضيف شوية فلفل أسود. أكيد كمية المي حسب كمية ورق العنب اللي أنتم مستخدمينها. راح أنزل شوي من معجون البندورة. تمام. وأكيد زيت الزيتون. زيت الزيتون، ورق عنب يعني زيت زيتون. بالضبط. حلو. أيوة. بنحركهم مع بعض، نخلطهم كثير منيح. بالضبط عشان تتجانس كل المكونات عندي مزبوط. بعدين حسكبهم فوق ورق العنب، الكفتة، ورق العنب. بس أول شيء بدنا نحط، بس نخلص بدنا نحط فوق الورق. أوكي. بدنا نحط شرحات بندورة وشرحات بصل. تمام. خليني أقطع البصل أول شيء. أوكي. أنا رح أعطيكي هدول عشان نرتبهم. يلا بس. تمام. سكينة. أوكي. رح نفوت هاي هيك ونظبط. أكيد إحنا عاملين مقدار قبل الحلقة، بس هون حتى ناخذ التفاصيل. رح أعطيكي هذا البورد عشان أقطع البصلة. أوكي. بنخليها شرائح عريضة. بس نقرب. أوكي. بس ننظف هون كمان حتى تقطع سناء البصلة. رح نحكي عن حملة أروس تايجر. حملة أروس تايجر عنوان الحملة صحتين والربحة من الاثنين. طبعا أروس تايجر بسمتي وأروس تايجر متوسط الحبة. بتربحكم كل يوم 100 دينار، وبآخر الشهر بتربحكم أونص الذهب. طبعا كيف تربحوا؟ عن طريق انكم تشتروا كيس أروس تايجر متوسط الحبة أو بسمتي. بتلاقوا بالكيس كبون. الكبون بتحفوا البيانات الموجودة بتعبوها بصفحة أروس تايجر. إن شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين إن شاء الله. بس طيب هلا خلينا نفرجيهم. حطينا هون شرائح من البصل، وهلا حضيف عليهم شرائح من البندورة. هي نفس فكرة الكفتة العادية، بنحط لها شرائح البصل وشرائح البندورة، وآخر إشي بنحط المرقة اللي إحنا بنعملها. طبعا هي هون عاملينها بصلصة البندورة، هي لازم صلصة بندورة. هلا وبإمكانهم بدون صلصة بندورة، بس مي وملح وزيت وفلفل أسود. أوكي. يعني بس. صلصة البندورة اختياري، وإذا بدهم كمان بإمكانهم يضيفوا دبس رمان. تمام. من هاي الجهة بس عشان نشوفوا على الكاميرا. حنزل هلا شوي، ما حكتر لأنها هي أصلاً حترخي مي. أكيد رح تنزل ميتها. بالضبط. بعدين بغطيها بالفويل. أوكي. وبتدخليها الفرن. بدخلها على الفرن لمدة نص ساعة. طبعاً لازم يكون عندي الفرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180. بعد النص ساعة بكشف عنها وبحمرها وبتكون جاهزة. فرن حامي مسبقاً تدخل مدة نص ساعة على درجة حرارة 180. بعديها بنطلعها وبتحمر الوجه. طبعاً عشان البندورة تتحمر معنا وبنقدمها وألف صحة وألف عافية. أطيب كفتة بورق العنب. هيك عنا الكفتة صارت جاهزة، وجهزنا كمان الفخذ المشوي مع الأرز المبحر. هل هون رح نعمل آخر وصفة معنا اللي هي طبق الحلو، طبقات المهلبية مع الكنافة. مكونات مهلبية الكنافة: رح نحتاج لتر حليب سائل، 4 ملاعق كبار سكر شعبان، 6 ملاعق كبار نشا، 1 ملعقة صغيرة فانيلا أمريكان غورمي، ظرف كريمة بودرة، 1 ملعقة كبيرة زبدة، علبة قشطة، 4 أكواب عجينة كنافة خشنة، 2 ملعقة كبيرة من السمنة، 2 ملعقة كبيرة سكر باودر، وللتزيين الفستق الحلبي.
هلا رح نعمل مع بعض أطيب طبقات مهلبية، لكن بين الطبقات رح نحط الكنافة. طبعا الحلويات مكون أساسي أو طبق أساسي عنا على طاولة السفرة بشهر رمضان، فحبينا اليوم نختار طبق حلو مرتب في التقديم، وكمان طريقة العمل تبعيته سهلة جدا سهلة بالضبط. لكن قبل ما نبلش بالعمل بخطوات العمل وهيك بدي أذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. طبعا 3 معالم كثير واضحين، بتجاوبوا من خلال التعليقات. كل ما جاوبتوا معنا أكثر، كل ما تفاعلتوا معنا أكثر، بتزيد فرصكم للربح. الربح اليوم رح يكون عنا 6 رابحين. أول رابح رح يربح معنا جائزة بقيمة 50 دينار، رابحين رح يربحوا معنا باكجين من منتجات مجموعة شعبان، و3 رابحين رح يربحوا معنا 3 بطاقات ألعاب بقيمة 100 دينار مقدمة من آيكون 7. آيكون 7 هن عندهم أكبر مدينة ألعاب ترفيهية، موجودين على طريق المطار، قعدات عائلية، مطاعم، يعني بتروح العيلة وبنبسطوا هناك. ما تنسوا قربت حلقتنا تنتهي تجاوبوا على سؤال حلقتنا: المعالم الموجودة على كيس سكر شعبان. هلا احنا اول إشي رح نحضر بالنسبة للمهلبية. شيف سناء، هلا بدنا نخلط اول شيء المهلبيه على البارد. على البارد كله تمام. على البارد. هاي للكنافه وهاي بدنا نخلط فيها مكونات المهلبيه. مكونات المهلبية تمام. عندنا اول هون شيء حنضيف الحليب، لتر من الحليب السائل. في حال مش متوفر عندكم الحليب السائل ممكن تستخدموا حليب الباودر، بتحطوا لكل كاسة مي معلقتين أو 3 ملاعق كبار من حليب الباودر. تمام. هون عندنا لتر من حليب الباودر. شو رح نحط كمان؟ بدنا نحط كمان سكر شعبان. بدنا نحط سكر شعبان. كمية السكر بدنا إياها تقريبا 3 معالق. انا ما بكتر، يعني الحلاوه حسب الرغبه، قد ما بتحبوا انكم تضيفوا لها حلو سكر ضيفوا، بس انا بالنسبه لي بحسها 3 معالق كفايه. خلص لكان 3 معالق صغار كبار، بدنا معلقه. بتعرفي انا بحس الحلو حلو، يعني مثلا حلاوته انها تكون معنا على ذوقك اليوم. لا خلاص لازم، لانه احنا رح نحط للكنافه كمان سكر. رح احط هون 3 ملاعق كبار من سكر شعبان ناعم الحبيبات. شوفوا ما شاء الله ما احلى حبات السكر، وهاي للتوفه. اوكي هون حطينا السكر، رح اشيله احطه وراه. اوكي تمام. هلا هون حضيف الفانيلا. الفانيلا الباودر مش متوفر، ممكن تستخدموا الفانيلا السائله. بالضبط. هلا في هون عندي الكريمه الباودر، تقريبا بالجرام 35 او 37 جرام تقريبا. شو كمان من المكونات بدنا؟ هلا بدنا نضيف النشا. بالضبط. تمام. احط لك المعلقه. تمام. هدول معيارين اصلا. الافضل دائما مع المكونات كلياتها نذوبها على البارد. بالضبط. تاخذوا نتيجه احسن وبكون عليكم سهل الشغل. نحركهم هيك مزبوط مع بعض. اوكي. بعدين بنحطهم على النار وبنضلنا نحرك، ما بنشيل ايدنا عن التحريك نهائيا. اكيد لانها مهلبيه. هلا الخطوه اللي بعديها حنحمص الكنافه. بس خلينا نحكي القشطه احنا رح نحطها مع المكونات بس قبل ما تغلى عنا. تمام. وهلا هون هي والزبده. اوكي. هلا للكنافه رح نحتاج الكنافه الخشنه. طبعا هاي عجينه الكنافه الخشنه. شايف انت مقطعيتها في البيت؟ هي عجينه مجمده. انا بالضبط مقطعيتها في البيت. هلا اذا بدهم يا بيقطعوها بالسكينه او بالفود بروسيسور بتعطوها هيك بتطلع النتيجه احسن. رح نحمصها بالسمنه. تمام. حلو عربي اكيد سمنه. رح نستخدم كمان سكر الباودر. طبعا مش متوفر عندكم ممكن تجيبوا سكر شعبان تطحنوه عندكم في البيت وبتاخذوا نفس هاي النتيجه. خليني لكان انا اساعدك. يلا نحمص الكنافه. بس رح اشغل هون. يلا نحميها. اوكي. اعطيك السمنه. يلا تفضل. زي ما حكينا هون رح نستخدم السمنه. السمنه دائما هي الاطيب مع الحلويات العربيه. بالضبط. اكيد. بما انه عم نشتغل بسكر شعبان رح نحكي عن حملة سكر شعبان. حملة سكر شعبان بتربحكم كل يوم $100. كيف بتربحوها؟ عن طريق انكم تشتروا كيس سكر شعبان. لازم يكون عندنا حامل شعار الحملة: حظك حلو مع سكر شعبان. طبعا تشتركوا فيها، تشتروا الكيس
بتلاقوا في الكيس كابون، الكابون بتحفوه، البيانات الموجودة بتعبوها بصفحة سكر شعبان، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين. جوائزنا كثيرة، جوائزنا من الحملات، حملة الأرز وحملة السكر، بالإضافة لسؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا ما تنسوا تشاركوا فيه وتزيدوا تعليقاتكم حتى تربحوا معنا. اللايك والشير للحلقة حتى تزيد فرصكم للربح. هلا هون بنذوب السمنة، بعديها بننزل عليها الكنافة. بس بدي احكي شغله علا، لازم النار وقت ما ننزل الكنافه او طول وقت ما احنا بنحمص الكنافه تكون على حراره وسط، ما تكون عاليه لانه بتنحرق معنا الكنافه. نعم، الكنافه لانها شعريه ناعمه بالزبط. على طول بتاخذ معنا اللون. فانا هون دابت عندي السمنه، هل هون على طول بننزل الشعريه، بنكون سريعين بالتحميص. بنقلب. هلا سكر باودر متى بدك تحبي نحطه؟ بس تتشرب السمنه كل الكنافه بنزل عليها السكر الباودر. بننزل عليها السكر الباودر. وهون عندنا المهلبيه قاعده بتجهز، يعني حلو كثير، مرتب طريقه تقديمه. نعم، وسريع، وممكن يتاكل بارد وسخن. بارد وسخن. صراحه انا بفضل هاي الحلويات سخنه، بالاخص اي شيء فيه كنافه بالضبط، يعني بتحسيها هيك يعني طعمها كثير طيب. صحيح. سؤال فضولي، ما بتشربيه قطر؟ لا، ما بشرب قطر لانه في عندي هون سكر وهون حاطه سكر باودر. هلا القطر اختياري، بدكم قطر زياده كالوريز حطوا. يعني صراحه احنا ما بدنا نحسب الكالوريز، بس انه يعني هي بناخذ الطعم الطيبه، بس هي اوريدي فيها سكر. اوكي، يعني اذا بدكم تضيفوا قطر ضيفوا، بس يعني انه كميه كثير بسيطه. يعني حلقتنا لليوم كانت جدا ممتعه معك شو سناء. حبيبتي انا انبسطت فيكم والله كثير. واحنا كمان. يعني سناء، سؤال، قديش صار لك على السوشيال ميديا، بالاخص على الانستغرام؟ انا تقريبا 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. حلو. يعني مش شغاله مزبوط فيهم 100%، بس يعني بدك تقولي شديت حالي من سنتين. من سنتين انت اللي بتصوري حالك؟ انا اللي بصور. يس. ابداع ما شاء الله. هو شغل متعب صراحه انك تطبخي وتصوري وهيك. نعم. كثير متعب. ابدا. هلا الشيء اللي بدي احكيه، في حدا بيساعدك في التصوير؟ لا، انا لحالي. كله انا لحالي، والإيديت انا لحالي. في البدايه كان ابني أيوة. يساعدني، بعدين لانه ايوه بعدين صار بدي العب بلاي ستيشن، عندي دراسه، قلت يا بنت خلصيها وانت اعملي لحالك. نعم. طيب الواحد دائما خلص بيصور بالطريقه اللي هي بدها اياها بالوقت اللي احنا بدنا اياه. هيك عنا طبعا. اسمعي، بهاي المرحله رح احط شويه سكر بالضبط عشان يصير يعطيني اللون الذهبي. شايفين هون انا مجهزه طبعا، شايفين هون عندي كيف محمصه اللون الذهبي، بدي هذا اللون انا. ايوه. هون رح احط اول معلقه، بدنا نحط بس معلقه. ايوه كفي. ايوه. وشوفوا هون المهلبيه بلشت تجمد عندي. تمام. هون انا رح اطفي الغاز لانه الغاز عندي حامي. بالضبط. وراح اقلبهم هون على حم القلايه. بالضبط. بسم الله. هلا انت بالنسبه لحجم الكاسات زي ما بدك؟ بالضبط، الكاسات اللي بيحبوا يقدموا فيها هم لهم خيار. هلا طبعا. هيك انا غليت الكنافه، المهلبيه عندي صارت نورجيهم القوام المهلبيه. خليني اخذ سباتولا. نعم. سوري، مغرفه. بدكم اياها اجمد ضيفوا زياده نشا، بس انا نعم. بشوف هذا القوام عشان بالكاسات بتكون احسن. جدا مناسب. اوكي. بالضبط. هلا القشطه والزبده متى هلا بدي ذكرتيني فيهم. معلش الصيام مؤثر، مش لا عادي. هلا بدي اضيف، سوري بس بدي اخذ هاي، بدي اضيف القشطه. تمام. واضيف الزبده. هلا الزبده ليه بحطها؟ بحسها بتعطيني القوام اللي بيلمع، هذا بضل في المهلبيه موجود. الزبده هي دائما اختياري في المهلبيات، بس صراحه هي بتعطي لمعه وبتعطي نكهه كثير طيبه. هلا انا هون على الكنافه رح احط رشه فانيلا كمان. بتعطي نكهه طيبه. الفانيلا رح نستخدمها هي من امريكان غورمي. طبعا الفانيلا اللي استخدمتها شيف سناء مع المهلبيه كمان من امريكان غورمي. انا هون كمان رح استخدمها. رح احط تقريبا ملعقه صغيره من الفانيلا. حطها.
دائما حلويات لازم احنا نستخدم فيها الفانيلا. انا هون رح اكتفي في التحميره هاي ورح اتركها شوي حتى تبرد. بالضبط. وهي جبنا الكاسات، خلينا نبلش نسكب. بس بدي اورجيهم يعني الكنافه عنا تكون عنا بهذا اللون. بتحبوا شوي لما تتركوها بترجع هي تاخذ لون، يعني بتتوحد كل لونها. صح. فانا هون رح اتركها على حراره القلايه حتى تتحمر معي، كل شوي برجع حتى ناخذ اللون الحلو. تمام. اساعدك انا؟ يلا انا بحط الكنافه وانت اسكبي. بنوزع المهام. بالضبط. شوفوا ما شاء الله ما احلى قوام. استني خليني احط اول شيء طبقه. بدنا نحط طبقه من الشعريه. تمام. نرجع نحط هون طبقه من المهلبيه، وبعدين طبقه من الكنافه والمهلبيه، هيك بتطلع معنا طبقات حلوه منظرها. نعم. رح اخذ كمان. شوفوا ما شاء الله ما احلاها صراحه، من الوصفات اللي كثير بحبها. جاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم حتى يدخل اسمكم بالربح. سؤال حلقتنا: اذكروا 3 معالم موجودة على كيس سكر شعبان. ما تنسوا اللايك والشير للحلقة حتى تربحوا معنا وتزيد فرصكم للربح. حلقتنا لليوم سناء ممتعة سريعة، يعني فيها شغلات كثير حلوة. بالضبط، وسهلين ما بياخدوا وقت. لا. هون هيك عنا. رح أعمل طبقة أخيرة ولا نكتفي هيك؟ زي ما بدك. خلص تكون ألطف. خلينا أيوة. نكملهم بهديك الشعرية. أوكي تمام. بصير نكملهم بالشعرية بس لأنها بعدها سخنة. اوكي مش مشكلة. أوكي. تسلموا إيديكي. وإيديكي يا حبيبتي. طبعا الروائح بتشهي. اسمعي، بالنسبة للتزيين ممكن نزين الكاسات اللي احنا محضرينها. بالضبط. عشان هيك رح نطلع فاصل كثير صغير، نجيب الكاسات ونبلش نحضر معكم السفرة الأخيرة، نزين الكاسات. وصفاتنا لليوم صاروا جاهزين. طبعا هذا الكتف اللي محضرينه قبل بوقت، وهون رح نزين كاسات الكنافه. بالضبط. هلا رح ازين بالفستق الحلبي. طبعا الحلو العربي بده فستق حلبي. فستق حلبي. الفستق الحلبي. الفستق. شو كمان رح تزينيه؟ برضه للجماليه، جبت ورد. الورد حلو. والريد كارنت هاد. هاي اضافات، يعني اضافات. نعم بالضبط. هي بس الاساس جمالية. نعم الاساس بس الفستق الحلبي المتوفر عندكم، والاضافات الثانيه تعتبر ذوق شخصي. بدي مقص بعد. تمام. انا راح اورجيكم الكتف. انت اشتغلي بالكتف قبل ما تخلص. بالفخذ. شيف سناء التزيين. اكيد يعني كنا متحمسين نشوف الكتف. طبعا راح افتح شوي. انت مصره انه كتف فخذ. هي نفس التتبيله ونفس طريقه العمل، بس في ناس بتحب الكتف اكثر من الفخذ، وفي ناس بتحب الفخذ. هلا ليش ناس بتحب الفخذ؟ لانه كميه اللحمه فيه اكثر. في ناس بتحب الكتف لانه هو بيستوي معها اسرع واطرى لحمته. نعم. خليني البس الجلافز عشان افتحه براحتي. تمام. شوفي لي نشوف كيف قاطه جماليه. يسلموا ايديكي. المنظر بشهي. فهلا هون رح نفتحه ونشوف. يا سلام، شوفوا البخار الطالع منه، يعني كتف غير شكل. حتى طبعا بهاي المرحلة ممكن تدخلوه الفرن. بالضبط. تمام. نحمر الوجه. احنا شو رح نعمل هون؟ قبل ما ادخله الفرن ونحمر الوجه رح ناخذ شوي من الزيت الموجود عندنا وندهنه بهاي الطريقة ونحمره تحت الشواية.
حتى هو مش بحاجة لتحمير، انت لاحظي انه هو محمر هيك. أيوة. لانه انا الفرن عندي فيه مروحة. هلا بالوضع الطبيعي ممكن يحتاجوا انه يحمروا شوي، بس ما تكتروا الوقت بالتحمير عشان ما يتحمر زيادة يعني. صحيح. هاي الخضار اللي عنا، يعني الخضار حتى سواها كثير ممتاز، يعني اتحملت. تسلموا ايديكي شيف سناء، تسلموا ايديكي. يعني حلقة اليوم من الحلقات الكثير مميزة. حبيبتي أنا انبسطت فيكي كمان. حبيبتي وشكرا على الاستضافة. أول شيء شكرا لتواجدك معنا، نورت الحلقة. وأكيد المتابعين كثير حبوا حلقتنا لليوم. شكرا لتفاعل متابعينا كمان بحلقة اليوم. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. حبيبتي رح أحكي بالنسبة لأسماء الرابحين، إن شاء الله رح تظهر أسماءكم مع نهاية الحلقة على صفحة أروس تايجر وسكر شعبان. طبعا السحب رح يتم عشوائي من خلال الكومنتات اللي أنتم كتبتوها. رح يكون عندنا 6 رابحين. أول رابح رح يربح معنا جائزة بقيمة 50 دينار، رابحين رح يربحوا معنا باكيجين من منتجات مجموعة شعبان، 3 رابحين رح يربحوا معنا 3 بطاقات ألعاب بقيمة 100 دينار مقدمة من آيكون 7. إن شاء الله بنشوفكم في الحلقات الجاي، استنونا. باي باي.